السلام عليكم. النهارده هنتعلم ازاي نطبق بنطلون الجينز تطبيقة جديدة عشان لو مسافر مساحة الشنطة صغيرة، وعشان الشغل ما يتبهدلش منك برضو، بنطلون الجينز ما يتبهدلش منك. فهنيجي كده نفرد البنطلون قدام مني زي ما حضراتكم شايفين، ونتني الرجل كده من عند الركبة، ونتني دي كده وكده وكده، بحيث رجل البنطلون تبقى في النص التطبيقة، وكده 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 وكده. كده مش هياخد مساحة معاك خالص. تمام كده، حتى لو وقع منك ما يتبهدلش، ومكوي زي ما هو ما يتبهدلش خالص. تمام. بقى تطبيقة تانية، تطبيقة جديدة برضو، نفس الحركة برضو من عند الركبة، نعمل بنطلون كده ونيجي من هنا كده كده نفس الطريقة، ونتني دي تمام عشان ما تاخدش مساحة في الشنطة خالص. نكمل. والرجل دي ندخل الايد دي من هنا كده، وامسك البنطلون واقلب دي كده الرجل. لو رايح مصيف ولا رايح اي مكان كده البنطلون ما يتبهدلش منك خالص. تطبيقة تانية، لو البنطلون مكوي كده هنتني البنطلون لعند اول الجيب كده، والرجل دي جنب الرجل دي اهي. تمام كده. يلا شو عادي معاك ايدك ما عمالة تنهز. التطبيقة دي عشان لو البنطلون مكوي يفضل زي ما هو، نفرد البنطلون كده اهو والرجلين زي جنب بعض، وهتني من هنا كده لعند اخر الجيب، عند اخر الجيب هنا كده بالظبط. تمام. وهتني الرجل من هنا على اول الكمر، ومن هنا على اول الكمر، مفيش اسهل من كده. هفتح البنطلون وادخل دي جوه كده اهي، ومن هنا نفس الكلام اهي، لجوه مفروده زي ما هي. هقلب البنطلون كده وادخل دي جوه كده، اعدلها عشان ما تبقاش مكسره، واهو كده يفضل مكوي زي ما هو. تمام. دي تطبيقه جديده برضو، بس اول حاجه لازم نفك الزراير، يبقى مفتوح كده وهنتنيه كده. تانية مش كبيرة قوي يعني، على اول الجيب كده. تمام. بعدين هنتنيه وهنفرده كده كويس. تمام. وهنبدأ نبرم برمة صغيرة صغيرة عشان ما تاخدش مساحة في الشنطة. وهنتني دي برضو زي كل التطبيقات. وبعدين هنقلب دي كده، دخل البنطلون كله جوه التانية. يلا وندخله كده
خلاص كده البنطلون بقى ماسك نفسه خلاص تمام. او لو عايز تعمله على البنطلون على ظهره، بحيث لو رايح مصيف ولا حاجه ما يتعش رمله كده اي حاجه، البنطلون كده تمام. تمام. انا تمام كده اتعلمنا التطبيقات بتاعت بنطلون الجينز. انا لسه جديد على اليوتيوب، فمحتاج دعمكم عشان استمر. انا بقدم محتوى يخص الملابس والخياطه لايف.